الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير النبي الأمي الهاشمي، ورضي الله عن أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يطيب لي أن أتحدث اليوم أمامكم فأنتم أولي الفضل والتربية والأخلاق والعلم، فلم تعرف البشرية دينا مثل الإسلام يعنى بالعلم أبلغ العناية، دعوة إليه وترغيبا فيه وتعظيما لقدرته وحثا على طلبه وبيانا لآدابه، وكان ذلك على عاتق وزارة التعليم. وقد حظيت مدارس عثمان بن عفان بتلك الأمانة وأولتها كل الاهتمام والرعاية والتخطيط. باسم أولياء أمور الطلبة أتقدم بالشكر والعرفان الجزيل للسادة مالك المدارس ومدير المدرسة المتوسطة والهيئة الإدارية والمعلمين وجميع القائمين بالعمل في هذه المدرسة الموقرة، ونقول لكم جزاكم الله خير الجزاء، وندعو الله العلي القدير أن يكون ذلك في موازين حسناتكم، فقد أحسنتم العطاء والبذل. وإذا كنا اليوم نحتفل بتخريج دفعة الصف الثالث المتوسط، فهذا يأتي بعد محصلة من الجهد الوفير والعمل المتواصل والسهر والعناء، ليس في تلقي العلم فحسب، بل كان أيضا في تلقي التربية الفاضلة والأخلاق الرفيعة والتوجيه السليم، وكان ذلك بمشاركة جميع القائمين والعاملين بهذه المدرسة، وكذلك أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب، حتى وصلنا لهذا اليوم البهيج. فالمسؤولية مشتركة، ولكن ليس هذا نهاية المطاف، بل انتهاء مرحلة وبداية مرحلة جديدة نهيئ فيها أبناءنا الطلاب، ونقول لهم: حددوا أهدافكم بنية صادقة وبهمة عالية وبإيمان